تروح المغرب في والله باذن الله ماشيين غادي باش نلعبوا على الفيكتوار. ممكن هما في مخهم ماشيين ماتش عاملين ماتش افتتاح وكذا، لكن ان شاء الله باذن الله باش نلقاو يعني نلقاو توانسه معناها ان شاء الله رجال وباش يعملوا ماتش كبير باذن الله نمشيو لغادي ان شاء الله وليمانيا راحت بالفيكتوار. الماتش الجاي ماتش كبير مع نجوم تونس. اي بالنسبه للماتش كبير بين تونس والمغرب ان شاء الله ماشيين غادي باش نحضروا ماتشنا باش نعملوا ماتش كبير ان شاء الله ماشيين باسيو على الفيكتوار في الاخر ماتش الميكان ان شاء الله. لي بليز امبورتون نعملوا ماتش كبير ونوروا تونس ان شاء الله. اكيد تم عندهم برشا نجوم هما في الاخر نحن تونس ان شاء الله ماشيين باش نلعبوا على اسم بلادنا ان شاء الله باش نمشيو نوروكم ان شاء الله. جماهير التوانسه متخوفين شويه سيرتو كما كنت تحكي انت اسامي ريال مدريد بي اس جي. تخافوش باذن الله اما رجال ماشيين غادي باش نعملوا معادنا. بطبيعة الحال هما ماذا بهم يربحونا، نحن ديما نربحوهم ماذا بهم يربحونا ونحن باش نكونوا حاضرين مش نكونوا ساهلين. بعنوان ما تلعبش مع الاسد، يعني ما تفكرش تلعب مع الاسد. المنتخب ما بيهزرش، يستحق ان جمهور المغرب يقول عليه ديما مغرب لان هم فعلا قدموا اداء يليق بالكبار. منتخب المغرب داخل ما بيهزرش وما تلعبش مع الاسد. حكم هذا تقريبا عنده تاريخ اسود مع المنتخب ومع الفرق التونسيه، هو حكم المالي بوبو تراوري. على كل حال ما خليني نقول عن حسن النيه الى حد الان، ولو انه مباراه وديه هي صحيح، لكن للامانه تمنينا انه طاقم تحكيم المباراه يكون افضل اداء من هذا الحكم اللي للامانه يعني حتى مش لصالح المنتخب المغربي. هو تو مقابله في الحجم هذا علاش بلاش يبار؟ علاش فيهم يعني تو مقابله في حجم زوج فرق كيما معناها كاتريام مونديال ومنتخب تونسي معناها ونعرف الدلبيات معناها تو كره كيما هذه كان جاي فيها فار يرجع الحكم يزفر ضربه جزاء تونس وين يروح يعني الورقه الصفراء الثانيه نحن تحس ان المنتخب المغربي معناها جاي الحكم في نطاق الاحتفال في تدشين الملعب باش ينجح الاحتفال. اكيد 2-0 مع حكم كيما هذا هو الحقيقه معناها المنتخب المغربي ما كانش معناها فترات مقابله خير من المنتخب التونسي، ما كانش متميز برشا، لكن فما عمل اخطاء المنتخب اخطاء مؤثره الحقيقه معناها اخطاء مؤثره مع وجود حكم توا مازلنا ما نعرفوش قداش شرفع على وقت اضافي. تو نشوف الاربع دقائق والكاتريام انا عايز على الكاتريام اللي كان فيه وقف له ما نعطينيش قداش وقت مازال ما هو مازال نشوف فيهم خاص يمشي يزيد وقت. كان ينجم اللقطه تاع الهدف الثاني يزفر خطا اذا كان معناها نوسيون تاع الفوت في مخه معناها كيما اللي زفر فيهم للمنتخب المغربي معناها كانت تتزفر ضربه جزاء. هذه مش ضربه جزاء هذا واحد سيليكسيون عمليه دفعه كبيره برشا من ضربه جزاء واضحه ماشي ضربه واحده ضربه جزاء، ثلاثه ضربات جزاء، واحده اللي ما عاودهاش المخرج وزوز ضربات جزاء تو على بعضهم ثلاثه ضربات جزاء. معناها اليوم الحكم بوبو هذا سيد اللي هو سيد الميدان يحكم كما يحب والورقه الصفر مش بدا وقت اللي يحب والاحمر مش بدا وقت اللي يحب. معناها اليوم هو كان نقطه التحول نتاع المقابله. الحقيقه المنتخب التونسي قدم مردود ممتاز ومقابله كبيره خاصه دفاعيا معناها، لكن والمنتخب المغربي يلعب مقابله ممتازه وعرف كيفاش يعني يوصل باش يخلق العديد من الفرص، لكن انه نقطه التحول في المقابله هذه هي الحكم المهزله من مهازل التحكيم اللي نشوفوها في المغرب بمناسبه مقابله المنتخب التونسي والمنتخب المغربي. واضح بوبو 2 المنتخب التونسي 0 زوز ضربات جزاء ما تمش عليهم بالنسبه للمنتخب الوطني التونسي. معناها التشنج نتاع الملاعبيه كنا نجموا هي كانت اون فيت معناها حفله وسيتي ان ماتش اميكال والجمهور محب يعطيهم الصحه للمغاربه على الاستقبال. هما عندهم فريق ممتاز، عندهم لاعبين معناها فنيا ممتازين، لكن ما كانوش محتاجين الاربيتر باش يدز معاهم. كنشوف على 18 متر معناها خذاو لي فوت اللي بعد 18 متر الكل من البلايص الكل من على اليمين على اليسار في الوسط على الخط، ونحن ما خذينا حتى شيء. وموا كان نجم يزفرنا البيلانتي نتاع حنابال معناها كارتون روج زيد العلي كارتون روج العلي كارتون روج دي ماتش بيكوز كي يبدا فريمون معناها تدخل خشن برشا ولا واحد ماشي راس باش يماركي بونس معناها واحده احتجاج واحده معناها بيلانتي مشكوك فيها تنجم تكون معناها فما بيلانتي. لأنه المغرب منتخب أوروبي ناس الريتم تك 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 وناس تجري وناس تقاتل كل كورة يموتوا عليها، واحنا ما اخذين الكورة ما درنا ما تلانسا الاخر طلع على دروا من غادي باش يسنتر كان جيت وشوف السونتراج يوصل لك صحيح سانكيام بوتو. علاش مش نحن كيفهم؟ علاش ما عندناش حكيمي مش متكون في البطولة المغربية ولا نتاج البطولة المغربية؟ علاش ما عندناش حكيمي؟ احنا ما عندناش نفس اللاعبين نتاع المغرب عندهم برشا من لاعبين ما تلعب فيه على مستوى عالي. اعطيني ايش عندك؟ ما عندك حتى شيء يا ودي. عندهم المقارنه خلينا نقولوا زروق لا تجوز بينا وبين حتى كي نلعبوا كي نتفرجوا في المقابله كي نبداو نلعبوا عندهم اقوى رئيس جامعه في افريقيا، عندهم اقوى ملاعبيه معناها الافكتيف نتاعو الكل يلعب في اوروبا.
مدرب معناها كبير. في تونس صارت المقارنه نتاع اغزر المغرب كيفاش واغزر نحن كيفاش. سؤالي ليك، هل تجوز المقارنه الابروش اللي مشاو فيه التوانسه كنوع ثم شويه غيره انه اغزر المغاربه كيف اغزر كيف ناسيونال نتاعهم كيف اغزر نحن كيفاش؟ هل تجوز المقارنه ولا هل عندنا نفس اللاعبيه ولا هل حضرنا نفس التحضيرات ولا هل عندنا نفس المدرب؟ هات نخرج ونقولها بكل شجاعه، هل عندنا نفس لي بارامتر هذوما وهل تجوز المقارنه؟ شوف كيف انت تحب تقارن، عندهم اقوى رئيس جامعه في افريقيا، عندهم اقوى ملاعبيه معناها الافكتيف نتاعو كل يلعب في اوروبا، مدرب معناها كبير يعني يعرف المنتخب المغربي، يعرف ايش قاعد يعمل، عمل معناها فريق، عمل منتخب بصراحه يعمل 66 كيف يفرج كوره. اهم حاجه انك تفرج الكوره. توانسه في شنو تقارنوا؟ معناها خلينا نقول البطوله المغربيه من افضل البطولات حاليا، هي والسعوديه من افضل البطولات. الناس قاعده تخدم على الرياضه التونسيه، ما نجيوش احنا ليله صلاله ونحبوا هكا الكره. الكره راهي تكون فما تكون راهي متسطر، تعرف شنو تعمل بالضبط، تعرف شنو تعمل، تعرف شنو تمشي، تعرف شنو المدرب اللي تجيبه، تعرف الملاعبيه اللي تجيبه من اوروبا. يعني المغرب عنده اوكي كم مال من الملاعبيه يلعبوا في اوروبا، لكن هو جاب افضلهم. علاش مش نحن كيفهم؟ علاش ما عندناش حكيمي مش متكون في البطوله المغربيه والا نتاج البطوله المغربيه؟ علاش ما عندناش حكيمي؟ القماش هذا مش ما عندناش، بعاد ياسر عليه. نحن عمار ميم با عندنا الربع نتاعو ولا الثمن نتاعو ياسر بعاد على الرشمه. اذا كان نجم نقارن واحد بالمغرب علاش نحن بعاد؟ شوف فرقاني ساسي اهو، فرقاني ساسي اللي استفز المغرب، مش انت اللي قلت ان احنا رجاله ورايحين نعرف المغاربه ان احنا رجاله ورايحين نفوز عليهم على ارضهم وسط جمهورهم؟ افرح يا حكيمي، افرح يا سفيان، افرح يا مغربي، افرح يا مشجع يا مغربي يا كبير، افرح يا رباني. ايوه كده، ايوه كده، فرحونا، ايوه كده. عيد المغاربه بكره، عيد النهارده المغرب بيضحي، والنهارده المغرب يعني بيضحي على تونس. طريقه الحديث نتاع فرجاني ساسي وزياد الجزيري قبل المباراه خاطئه جدا. الاخر قال لك مباراه كلا باش نلعبوها سيريو، وينك خويا يا سيريو؟ هذا الاول. وبالنسبه لزياد الجزيري اللي قال لك نحن عندنا اليد العليا على المغرب، ما عندناش اليد العليا على المغرب. من وقتاش عندنا تاريخيا هما اللي رابحينا بالارقام. فاش عندنا اليد العليا على المغرب؟ ملاعبيتهم شوفوا هما وين يلعبوا في انا جمعيات، ونحن ملاعبيتنا في انا جمعيات. ما عندنا حتى يد عليا على المغرب. لازمنا نبداو نصلحوا من تحت الصفر، خاطر نحن حتى ملعب، شفت الملعب الفرعي نتاع فاس، نحن ما عندناش الملعب الفرعي نتاع فاس هذاك، ما عندناش في تونس. الاساسي اللي كان عامل تصريحات غريبه جدا، سايبين 2 لعيبه بس مدافعين على 4 لعيبه من المغرب رايحين انفراد مش قادرين يجروا، والانفراد من نص الملعب. يعني كنت تقدر تلحق الكره، لكن تقول لي مين؟ في ناس بتتكلم وفي ناس بتعمل. ما شاء الله، الله اكبر على المنتخب المغربي، عنده لعيبه وعنده لعيبه شباب وعنده ما شاء الله جيل عظيم جدا. وركز في حته اللعيبه الشباب. على الجانب الثاني بنتكلم في قايمه غريبه جدا، قايمه كلها لعيبه كبار ولعيبه محليين على التوالي. يعني المنتخب المغربي وديات، رسميات، نظامي غير نظامي، عم يفوز. اغلب هالمنتخبات ما فيها تجاري رتم المنتخب المغربي بكل صراحه. منتخب تونس كان عم بيحاول يجاري منتخب المغرب، عم بيحاول قدر الامكان، لكن منتخب المغرب سواء وناحي ومرابط بخط الوسط كانوا مسيطرين. اشرف حكيمي وتحركاته، بن صغير كمان تحركاته كانت ممتازه. فالمنتخب المغربي ما عم يعطيك فرصه لانك تلاقي حل، حتى لو بتعرف خطه وليد الركراكي، حتى لو بتعرف طريقه وليد الركراكي. المغرب ايش باش يعملوا؟ باش يعملوا لنا خطه الحظ بوجول العشر